اوعدك النهارده هتعملي فايش مش عادي، هش وخفيف ومقرمش وطعمه زي الجاهز وألذ كمان. هنعمله بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة 100%. لذيذ جدا في الشتاء مع كوباية شاي بحليب. يلا بينا نشمر ونبدأ، بس إذا كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل إشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا 2 كيلو من الدقيق، والدقيق هنا متعدد الاستخدامات عادي جدا. 2 كيلو ومنخولين. انا بحب في اي مخبوزات انخل الدقيق بتاعي. معايا كمان كيلو من الحليب، والحليب هنا بخيره يعني كامل الدسم. معايا كمان كوباية او مج كبير من الزيت والسمن، يعني نصه زيت ونصه سمن. حابة تخليه كله سمن براحتك، حابة تخليه كله زيت برضو براحتك، دي ليك الحرية اللي متاحة عندك. معايا كمان 4 معالق من السمسم. كل كيلو معايا بياخد معلقتين كبار، فانا معايا 4 معالق من السمسم. انا بحب اجيبه مش متحمص واحمصه في البيت. كده معايا ال2 كيلو 4 معالق من السمسم المحمص. معايا كمان معلقة من المحلب، ودي ممكن استغنى عنها بس للأمانة بتدي نكهة حلوة جدا في الفايش. معايا كمان معلقتين كبار من الخميرة الفورية، يعني كيسين من الخميرة الفورية. معايا معلقة من الكركم، وده علشان خاطر اللون، لو مش حابة لونه مصفر كده زي بتاع الأفران يبقى بلاش تستخدميها وممكن تستغنى عنها خالص. معايا كمان كوباية من السكر صغيرة، الحجم ده حجم كوباية الشاي العادية. انا ممكن اسكره اكتر، يعني اخلي مج كبير سكر زي بتاع السمن، بس انا حابة تكون كمية السكر قليلة علشان لو حابة يتاكل بعد كده بالجبنة. تمام كده. هحط كل المكونات الجافة على بعضها، السمسم والمحلب والخميرة والكركم وكمان السكر. دي كل المكونات الجافة، وهخلطها كويس جدا على بعضها بإيدي. هستنى بقى على الحليب والسمنة شوية واخلط بإيدي كل المكونات الجافة مع بعضها. الموضوع سهل جدا يا جماعة وبسيط جدا، مفهوش اي تعقيدات، كل مكوناته موجودة في البيت. انا كده قلبت كل المكونات الجافة بايدي، وهنزل بالحليب بتاعي الكيلو على 3 مراحل علشان اشوف هحتاج بعد كده اكمل مية دافية ولا خلاص هكتفي بالكيلو للحليب. كده انا بعجن كويس. وعايزه اقول لكم لو عندك عجان هياخد في العجان 10 دقايق مش هيكمل حاجة. انا اخد معايا تقريبا ربع ساعة عجن، يعني انا بعجنه كويس جدا. هنا نزلت بالكمية التانية من الحليب. ليه انا بنزل على 3 مراحل؟ علشان اشوف هيكفي معايا تمام كده الكيلو، ولا هكمل تاني مواد سايلة زي المية الدافية مثلا. هشوف دلوقتي الكمية التانية من الحليب، وبعجن كويس برضو. لا هي كده محتاجة، فانا اخر شوية من الحليب نزلتهم وبكمل عجن عادي خالص. وهشوف بقى بعد اخر شوية من الحليب هي محتاجة تاني كوباية من المية الدافية، ولا كده احتاجت مية دافية. حسيتها ناشفة، يبقى كده اخدت معايا كيلو من الحليب وكوباية من المية الدافية. هعجن كويس جدا لغاية ما تلزق معايا، توصل المرحلة دي تبقى طرية جدا وملزقة معايا كده. بقى انزل بالمواد الدهنية بتاعتي، الكوباية السمن والزيت مع بعض، واعجن بقى. هتطلع ايديا بسهولة جدا من العجينة. شايفين بعد ما لميتها كويس اخدت معايا ربع ساعة من العجن. عجنتها كويس جدا، بقت زي الملبن في ايديا، زي السلايم كده، طرية جدا ولازم تبقى حس بالملمس ده في ايديكي. انا هنا معايا طبعا ال2 كيلو هقسمهم كيلو في البولة دي وكيلو في البولة دي عشان يختمر. هسيبه لمدة ساعة بالظبط يختمر. طبعا لو في الشتاء بتدفي الفرن وبتدخليها او بتخليه في مكان دافي، لكن لو في الصيف ما بتكملش حاجة وبتطلع على طول. انا في الشتاء طبعا بخليها ساعة تختمر، لكن لو في الصيف نص ساعة ما بتكملش، يا دوب نص ساعة. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء، فانا هخليها ساعة كاملة. هغطي وشها بكيس بلاستيك وفوطة. شايفين بقى الحجم تضاعف ازاي؟ كده الخميرة العجينة بتاعتي ناجحة جدا. هقسم بقى كل كيلو لنصين، يعني كل بولة هقسم العجينة اللي فيها لنصين. دي تعتبر العجينة دي نص كيلو من العجين، نص كيلو من الدقيق. تمام كده. يبقى انا هعمل ال2 كيلو على 4
صوابع كبار. دي اول قطعة بفردها بالشكل ده. ركزوا بقى بالشكل ده، لازم تعمليها بالشكل ده. بجيب بقى نشابة صغيرة على المفرش السيليكون بتاعي، بحاول افردها نفس حجم المفرش كده. بصوا هبرمها ازاي، زي الاسطوانة كده. ومنساش بقى ان انا اقفل الاطراف كويس جدا علشان ما تفكش مني. هجيب بقى صاج عندي مقاس 30 في 40 او اي صاج حجمه كبير، بحطه بقى، بقفلها من فوق وتحت، بتني الاطراف من فوق وتحت واحطها. نفس الكلام في الجزء التاني من العجينة، بفرد كويس بالنشابة الصغيرة دي. ولو مش عندك نشابة صغيرة، النشابة الكبيرة عادي، او تفردي بايديك مفيش مشكلة. بقفل كويس واخلي التقفيلة دي من تحت، من تحت علشان ما تفكش مني. بقفل من اليمين من فوق ومن تحت بايديا. وكده انا خلصت 3 انصاص من العجين، نص كيلو نص كيلو نص كيلو. والرابعة طبعا ما لقيتلهاش مكان، طبعا حطيتها في الصينية وحدها. هسيبهم بقى يختمروا تاني في الصواني لمدة ساعة، مش اقل من كده. شايفين بقى المختمرة، العجينة مختمرة ازاي وشكلها جميل ازاي، تضاعفت حجمها 3 اضعاف. شايفين؟ هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط، وهكون مشغلاه من قبلها ب10 دقايق ربع ساعة. شغل النار من تحت بس، واول ما تاخد لون حلو بطلعها. او لو عندك شواية حابة تديها لون اغمق من كده كمان، انا عندي المروحة الداخلية وشغلتها علشان خاطر تدي لون ذهبي جميل زي ما احنا شايفين كده. بسوي بقى ال3 صوابع. شايفين بقى طلعت ازاي؟ هقلبها على طول. شايفين مختمرة وطالعة ازاي جميلة؟ بحوش بقى ورق الزبدة بتاعي اللي انا حطيته. الخميرة بتاعتي تفاعلت حلو جدا، المختمرة حلوة جدا، التسوية جميلة واخده لون الذهبي. حابة تغمقيه عن كده براحتك. شايفين بقى القوام هش جدا. انا جبت هنا البلانشة وقطعت عليها. بصوا بقى القوام عامل ازاي، يعني ألذ من الافران. بس اهم حاجة وانت بتقطعي، تقطعي بعد ما يبرد تماما تماما تماما، يعني ما ينفعش وهو سخن. بجد لذيذ جدا وألذ من الجاهز، وحاجة نظيفة بتعمليها لولادك بحب وبنظافة. وعايزة اقولك مش مكلف خالص، يعني مش مكلفة زي ما انت متخيلة الكمية دي لو جبتها من الافران. ومش الطعم ده خالص. انا هنا قطعت كل الكمية ودخلتها، اخدت بقى حمصتها في الفرن من تحت وفوق. يعني انا كنت مشغله الفرن وشغلت كمان المروحه الداخليه علشان تدي لون ذهبي حلو. اتقرمش معايا كله زي ما احنا شايفين كده. عايزاكم تركزوا بقى على الهشاشه عامله ازاي. انا كنت بنقله من الصواني. عايزه اقول لكم مش مستحمل يتمسك لانه هش جدا جدا. طعمه جميل، ريحته جايبه اخر الشارع بجد. يعني الشقه كلها انا بحب الريحه دي جدا. في الشتاء بحس ريحة الخبز في البيت بحبها جدا في الشتاء وطول الوقت. شايفين بقى هشاشته عاملة ازاي مع كوباية شاي بحليب بقى. انا عايزاكم هنا بقى تركزوا في الهشاشة بتاعته وتركزوا في صوت القرمشة بتاعته. سامعين؟ بينفع فطار، بينفع في العشاء، بينفع بين الوجبات. حلو جدا بالجبنة. انا مش مكترة فيه سكر علشان ينفع بالجبنة كمان. بجد بشجعك جدا تجربيها، تنبهري، والنتيجة فعلا مضمونة 100% على ضمانتي الشخصية، وهتطلع معاكي بالشكل ده واحلى من اول مرة تجربيه. جربوه بقى وقولولي رأيكم في كومنتات، دي حاجة بتساعدني وبتشجعني اني اكمل. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.